السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. اللي معاه ربنا يمشي على المَيّة أو ربنا، اللي معاه ربنا يمشي على المَيّة فعلًا. مجموعتنا في كأس العالم بسم الله ما شاء الله، يعني مكمّلة مسيرة كابتن حسام. كانت تصفيات سهلة جدًا وفي المتناول وكانت لذيذة وكانت زي الفل، عدّيناها بسهولة. مجموعتنا كمان تبان سهلة جدًا، يعني مش عايزين برضه إيه، نقول سهلة أوي لإن إحنا مش زي الناس دي. يمكن يكون أقوى منتخب فيها منتخب إيران مع نيوزيلندا وبلجيكا. لأ عادي، إحنا نعدّي عادي سهل جدًا، يعني الموضوع مش شايفاه مشكلة، وناس كتير اتكلموا في الموضوع يمكن يكونوا أحسن مني بكتير، وشايفين المجموعة سهلة جدًا، وإن إحنا نقدر نطلع الدور التاني بسهولة. نطلع أول مجموعة بقى نطلع تاني المجموعة مش مهم، نطلع في حسبة بيرما مش مهم برضه، المهم نطلع. المهم نعدّي الدور ده يا جماعة مرّة في حياتنا كده، نفسنا نفرح يعني، نفسنا نفتخر بنفسنا في مرّة. كابتن حسام حسن يعني عمّال برضه بادئها برضه إيه، يعني يا رب أروح، يا نفسي أروح والكلام ده. يا كابتن حسام هتروح والله، هتروح ما فيش مشكلة خالص. حتى الشرط اللي في عقدك إن أنت لازم توصل في بطولة الأمم يعني لمراكز متقدمة أو للنهائي أو نُص النهائي، ده شرط إنك دوّة تفضل مع المنتخب مستمر لحد كأس العالم. ده برضه عادي ممكن برضه الناس تتغاضى عنه، يعني أنت عارف الناس حبايبك في الاتحاد المصري يعني ما فيش مشكلة. ولكن هي بُصّي المشكلة في إيه؟ يا كابتن حسام يعني الحبّة اللي أنت قضيتهم في الزمالك كلاعب وكمدرب أثّروا عليك، أثّروا عليك حتّة بقى أنا مظلوم، أنا الناس جاية عليَّ، أنا الدنيا كلّها ضدي، أنا ما أعرفش إيه، أنا كويس والله بس أنتم اللي ظالمينّي، أنتم عاملين فيّا ومسويين، الإعلام، النقاد، الصحفيين، الجمهور، كل الناس ضدي. الحكاية دي مسيطرة عليك، مخلّياك أنت أصلًا مش بتفكّر في شغلك أكتر ما بتفكّر فيهم، ودي حاجة زملكاوية أوي يعني. بصراحة الموضوع ده مأثّر عليك أوي، يعني أنت لعيب كبير ومدرب كويس، يعني مع اعتقادي يعني إن أنت مش قد المنتخب المصري، لكن أنت مدرب كويس وإحنا بنحبك وكنت لاعب ممتاز، والناس كلّها بتحبك ما فيش أي مشكلة وما فيش حد ضدك. فشيل حتّة المظلومية دي بقى من كلامك وركّز في شغلك. ما فيش مشكلة خالص لو كسبنا بطولة أفريقيا، إحنا مصر يعني، المنتخب المصري. وحتّة بقى إحنا معانا ما أعرفش معانا منتخب على قدّه، ومعانا لعيبة لسه بتتعلّم كورة، ومعايا محترف ونُص والّا محترفين وربع. يعني كابتن جوهري كان معاه كام محترف، والّا كابتن حسن شحاتة كان معاه كام محترف. مش بالمحترفين، بالدماغ، بالدماغ اللي توظّف اللعيبة، بالدماغ اللي تطلّع أحسن ما عند اللعيبة علشان يعملوا اللي أنت عايزه. أنت دماغك نضيفة بسم الله ما شاء الله، دماغك نضيفة أوي، بتنوّر. لا يا كابتن حسام سيبنا بقى من موضوع المظلومية ده، وإن الدنيا جاية عليَّ، أنت ناقص تقول الأهلي ضدي يعني، هي الكلمة دي بس اللي ناقصة، زي الزملكاوية ما بيقولوا، الأهلي هو اللي بيحاربني، الأهلي هو اللي مدمرني، الأهلي هو اللي بياخد لعيبتي، ناقص تقول الحتة دي يبقى أنت زملكاوي مِيَّة مِيَّة، وأنا أعرف إن أنت مش زملكاوي، اللي أنا أعرفه إن حضرتك أهلاوي، يعني عندك روح الأهلاوية اللي إحنا نعرفها. فإن شاء الله المجموعة في المتناول وربنا يسهّل كده، وأتمنى من كابتن حسام سواء هو كمّل في بطولة أفريقيا أو ما كمّلش أو إن شاء الله خدنا البطولة. اشتغل على نَفْسك يا كابتن، ما فيش مشكلة أمّا تتعلّم، يعيش المعلِّم ولا يتعلّم، مش عيب، مش عيب إنّك تحضر محاضرات، تجيب حتى محاضرات من على النت، تسافر، تشوف الناس شغّالة برّه إزاي، عادي اصرف شوية مش مشكلة، يعني عادي ولو طلبت ده من اتحاد الكورة لأ هيدّوك هيساعدوك. نبدأ بقى نشتغل من دلوقتي. نشتغل على المدرب، نشتغل على اللعيبة، نشتغل على معسكرات، نشتغل على كل نقطة، كل حاجة نبدأ نشتغل عليها، يعني نبني صح عشان نفنش صح. البطولة العربية، البطولة العربية وما أدراك ما البطولة العربية اللي فاجأتنا بمستويات منتخبات، فاجأتنا بلعيبة، فاجأتنا بنتايج، فاجأتنا بحاجات كتير أوي بصراحة. ما كنتش متوقعة إن البطولة العربية تكون بالقوة دي وبالشراسة دي. لأ، شُفنا كورة وشُفنا منتخبات عالية جدًا وشُفنا ماتشات حلوة أوي، كنا مستمتعين وإحنا بنتفرج عليها. بجد أنا اتفاجئت بالبطولة العربية اللي كنت مفكرة إن هي حاجة كده يعني fun يعني، اللعيبة بتعمل معسكرات ببلاش وبيتفسحوا وبياخدوا فلوس. لأ، الموضوع طلع
اللعيبة واخدينه بجدية والمنتخبات والإدارات والمدربين، لأ الموضوع طلع حلو. بس إحنا اللي مش حلوين، إحنا كمنتخب مصر مش حلوين. للأسف لعبنا النهارده مع منتخب الإمارات اللي فاجئني برضه. منتخب الإمارات ماليش دعوة بقى تقولي متجنسين مش متجنسين، دي مش بتاعتنا. المهم إن هو منتخب الإمارات اللي ما كسبناش رسمي ولا مرة. كنا النهارده يعني على شعرة كده إن إحنا تبقى أول هزيمة لينا من منتخب الإمارات بشكل رسمي، ولكن الحمد لله يعني رست على تعادل. نحمد ربنا على التعادل. الشوط الأول كنا إلى حد ما مستحوذين، بس الاستحواذ السلبي اللي اتكلمنا عليه 100 مرة. الكرة مش بس استحواذ، لازم تستحوذ وتترجم الاستحواذ ده بشكل إيجابي لجوان لهجمات لفوز. كان المنتخب الإماراتي محترم المنتخب المصري جدا، وده طبيعي يعني إحنا منتخب كبير. اللاعيبة الرايحة أسماء كلهم معروفين. ولكن كان الاستحواذ سلبي. المنتخب الإماراتي الشوط الأول كان بيلعب على الهجمة المرتدة، كان بيدافع الكل في الكل، تقريبا كان العشرة لاعيبة بيرجعوا يدافعوا ولعب على المرتدة. والمرتدة أتت ثمارها في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 59 تقريبا سجلوا جون من هجمة مرتدة ولا أروع. 3 نقلات كانت جون. كان جون حلو جدا. بس تم يمكن في الشوط الأول شال كرة انفراد وشال كرة تانية برضو، يعني بحييه. ال- الهدف كانت غلطة شاملة، مش غلطته لوحده، ولكن الهجمة المرتدة اتعملت صح. آه بعدها حصلت انتفاضة كده من المنتخب المصري شوية، والحمد لله التعادل. شفت الطفل الصغير في الوقت الضايع وهو بيقول يا رب كده، والكاميرا جت عليه وقلت له ربنا يسمع منك يا ابني. وفعلا ربنا سمع منه وجه جون. وكنا ممكن نكسب، بس الجون للأسف اتحسب تسلل، وهو فعلا تسلل. المباراة كانت حلوة في الشوط التاني، شفنا كورة هنا وكورة هنا. بس للأسف احنا موقفنا بقى صعب، موقفنا ما بقاش حلو. لازم نكسب الماتش الجاي. منتخب الأردن منتخب قوي. كسبان ماتشين مع 6 نقط، كسب الكويت وكسب الإمارات. احنا لا بديل عن الفوز. والفوز بالنسبة لنا هيبقى صعب، لأن احنا ما بنلعبش كورة. بديهيات الكورة مش عندنا. ومحدش يقول بقى الراجل اتظلم والراجل ما حدش اداله لعيبة والراجل ما عرفش ايه. لا، هو الموضوع فكر. الموضوع فكر، الموضوع دماغ مدرب. كابتن طولان مع احترامي راجل محترم جدا كشخصية ومدرب كبير، لكن مش عالمي. يعني مش بتاع ان هو يبقى عنده احتكاكات بره مصر. يعني هو جوه مصر تمام اوكي، يعني بيعمل ماتشات حلوة ممكن يفوز وكذا. لكن يا جماعة المدربين اللي هي بتتعامل مع المنتخبات بيبقى ليها كواليتي مختلف. لازم نفهم ده، لازم نفهم ده يا جماعة، يعني ارحمونا. على عيننا وعلى راسنا كابتن حلمي، ولكن احنا ما شفناش كورة يعني. بديهيات الكورة مش موجودة. مش عايزة اقول راجل كبر في السن، يعني ما عادي في مدربين كتير كبار في السن وبيبقوا تمام. لكن هي الدماغ العقلية. لا، انت بتلعب الكورة اللي هي بتاعت زمان القديمة قوي، اللي ما بقتش موجودة دلوقتي، يعني ما حدش بيعرفها. فإمتى هنفكر بجدية في إن مدرب المنتخبات غير مدرب الأندية؟ نتمنى إن احنا نفوز الماتش الجاي ونكمل، إن البطولة حلوة، عايزين نتفرج على البطولة وإحنا فيها. وبالتوفيق لكل المنتخبات، وبالتوفيق لمنتخب مصر. وأسف على الإطالة، وتصبحوا على ألف خير.